بعض المرات حادثة وحدة تقدر تهز مدينة كاملة وتشعل نقاش كبير بين الناس ووسائل الإعلام. هادشي اللي غنشوفو اليوم مع أكثر قضية منتشرة هاد الأيامات، واللي هي قضية عبد الرحيم فقير اللي وقعت نهار 19 يوليو 2026. بدات بتدخل أمني في مدينة بولونيا الإيطالية. بعد دقائق قليلة غادي يتوفى عبد الرحيم فقير، وهو رجل من أصل مغربي اللي في عمره 42 سنة. الفيديو غادي ينتشر بواحد السرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي غادي يثير واحد الموجة كبيرة من الغضب والأسئلة. شنو وقع بالضبط؟ وشنو قالوا البوليس؟ وشنو كتقول العائلة ديال عبد الرحيم؟ وعلاش خرج آلاف ديال الناس للاحتجاج؟ في هذا الفيديو غادي نتبعوا الأحداث خطوة بخطوة، وبطبيعة الحال غادي نعتمدوا على المعلومات الرسمية والتقارير الصحفية، مع التأكيد أن التحقيق مازال مستمر. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في دار ستوريز بالدارجة، قناة اللي كنعاودوا فيها قصص وقضايا حقيقية وجرائم واقعية. بالنسبة للناس اللي كيعجبهم هذا المحتوى ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق اش من نوع القصص والقضايا اللي كيعجبوكم باش نهضروا عليهم هنا في القناة. وإلا كانت هذه اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. قبل ما نهضروا على شنو وقع، خاصنا نعرفوا شكون هو عبد الرحيم فقير وكيفاش كان عايش قبل الحادثه. عبد الرحيم فقير هو واحد الراجل من اصل مغربي اللي كبر وعايش في ايطاليا ملي كان عنده 5 سنوات. تما كان كيدير واحد المشروع صغير في المجال ديال النقل والتنظيف. على حسب الناس اللي كيعرفوه كان معروف بالجاليه المغربيه. كان عايش حياه عاديه مع الاسره ديالو، ولكن نهار 19 يوليو 2026 كلشي غادي يتبدل. داك النهار السلطات غادي يتوصلوا بواحد البلاغ على واحد الشخص اللي كان كيتصرف بواحد الطريقه ماشي طبيعيه، وكما وصفوها الناس كانت عدوانيه. من بعد ما يتوصلوا بالبلاغ البوليس غادي يتوجهوا للبلاصه باش يتدخلوا. منين غادي يوصلوا غادي يبدا الاحتكاك بين عبد الرحيم وعناصر الامن. موراها بلحظه هذا التدخل غادي يتحول لعمليه توقيف، وهذه اللحظه بالضبط اللي توثقات في فيديو والصور ديال الناس اللي ساكنين تما. الفيديو غادي ينتشر بواحد السرعه اللي كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي شافوه الملايين ديال الناس. في الفيديو كان تيبان عبد الرحيم طايح الارض، والعناصر الامن كانوا كيحاولوا يثبتوه. صوته كان مسموع وهو كيقود وكيطلب المساعده قبل ما تبان عليه انه فقد الحركه. هذا الفيديو بالضبط اللي خلى هذه القضيه تنيل واحد الاهتمام كبير داخل وخارج ايطاليا. من بعد دقائق قليله غادي تحضر سياره الاسعاف. حاولوا الفرق الطبيه تدخل، ولكن في ديك اللحظه كان عبد الرحيم فارق الحياه. مورا ما غادي ينتشر الفيديو الاسئله بدات كتكثر. واش كان تدخل مناسب في هذا الوضع؟ شنو هو السبب الحقيقي ديال الوفاه؟ واش كانت عنده مشاكل صحيه مسبقه؟ شنو غادي يكشف التحقيق الرسمي؟ هاد الاسئله كامله بقات بلا جواب، وهذا الشيء علاش النيابه العامه غادي يقرروا يفتحوا تحقيق. وتم طلب ديال مراجعه تسجيلات الكاميرا ديال البوليس وجمع الادله المتوفره باش يحددوا بالضبط اشنو وقع. الحدود الساعه ما كان حتى حكم نهائي والتحقيق مازال مستمر. وهنا بدات القضيه كتاخذ واحد المنحى اخر، لان الشارع الايطالي ما بقاش كيهضر غير على الوفاه ديال الشخص، وانما النقاش ولا كبير بزاف على الطريقه ديال التدخل ديال البوليس. الناس خرجوا في احتجاجات كبيره وكيطالبوا انهم يكشفوا الحقيقه. مئات ديال الناس غادي يتجمعوا في الاحياء اللي قريبه للبلاصه ديال الحادث. من بعد غادي يخرجوا الاف ديال الناس كيطالبوا بمعرفه الحقيقه كامله، غادي يرفعوا شعارات كتطالب بالشفافيه ومحاسبه اي شخص كيثبت انه ارتكب مخالفه. وسط هذه الاجواء خرجت العائله ديال عبد الرحيم فقير بتصريح مؤثر، وقالت بانها باغيه غير الحقيقه، وطلبت بتحقيق مستقل ونزيه كيوضح شنو وقع في الدقائق الاخيره من حياه عبد الرحيم. من جهه اخرى النيابه العامه الايطاليه اكدت انها فتحت تحقيق رسمي وحجزت على التسجيلات اللي متوفره، بما فيها تسجيلات ديال كاميرات المراقبه والكاميرات ديال البوليس. وغادي يتم الاستماع للشهادات ديال رجال الامن والشهود اللي كانوا حاضرين في وقت الحادثه. وفي نفس الوقت امرت السلطات بانهم يديروا تشريح طبي للجثه، لان النتيجه ديال التشريح الطبي كتعتبر من اهم الادله اللي غادي يساعدوا المحققين على معرفه ديال السبب الدقيق للوفاه، باش يعرفوا واش الوفاه كانت مرتبطه بطريقه التوقيف ولا كانت عوامل اخرى. خاطر تفتح تحقيق بقات مواقع التواصل الاجتماعي منقسمه، كاين اللي كيطالب انهم ما يصدروا حتى شي حكم حتى يسالي التحقيق، وكاين اللي كيعتبر ان الفيديو بوحدو كيطرح اسئله كثيره خاص القضاء يجاوب عليها. وبين هاد الاراء الحقيقه
بقات كاملة عند المحققين. كدا غنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. قضية عبد الرحيم فقير، قضية اللي بدات بتدخل أمني وانتهت بالوفاة ديالو، واللي تحولت لموضوع أثار نقاش كبير داخل وخارج إيطاليا. الحدود الساعة التحقيق القضائي مازال مستمر، والسلطات الإيطالية هي الجهة اللي مخول لها أنها تحدد الوقائع والمسؤوليات بناء على الأدلة والنتائج الرسمية. لذلك أي معلومات جديدة ولا قرارات قضائية تقدر تغير فهم ديال القضية. تقدروا تكتبوا لي في التعليق الرأي ديالكم على هذه القضية. شكرا على المتابعة، نتلاقاو في فيديو جديد. سلامة.